أصولية سياسية كانت أو دينية أو غير ذلك لا تكون أصولية إلا بركنين. الركن الأول إطلاقية النسبي، الركن الثاني إرادة الهيمنة. إرادة الهيمنة. قد تجد هناك من يطلق النسبي، من يعتقد أنه يمتلك حقيقة مطلقة، حقيقة مطلقة، ظفر بالحق الكامل، لكنه بارئ من إرادة الهيمنة. لا يصح هذا الآن على الأقل أن يعد أصوليا، هذا ليس أصوليا. طبعا في المقابل تجد كثيرين لديهم إرادات الهيمنة، السيطرة على المجتمع، على البشر، على الناس، ولكن دون أن يتهوروا ودون أن ينخرطوا في إطلاق النسبيات، دون أن يزعموا أنهم يمتلكون حقائق مطلقة. هؤلاء ليسوا أصوليين. طبعا الإطلاقية مشجوبة من حيث هي، إطلاقية النسبي مشجوبة، وهذه لا تليق بالإنسان، لا تليق بالإنسان، هذه تفقده عقلانية مسعاه أيها الإخوة الفهمي والإدراكي. يجن الإنسان الذي يدعي المطلق في النسبة هو إنسان مجنون الذي يفكر على هذا النحو هو إنسان مجنون أيها الإخوة. طبعا نحن نجب مسعى إطلاقية النسبية، كما نجب مساعي إرادة الهيمنة لأجل الهيمنة. في نهاية المطاف المفروض أن الصيغة التي تحكم علاقات البشر هي التشارك، هي التعاون، هي التفاهم، هي التآزر. ليست الهيمنة المجردة، ليست الهيمنة المجردة التي تفرز لنا سادة قد يتألهون، والإنسان لديه نزوع لا يخفى للتأله. وفي الإزاء أو بالإزاء تفرز لنا عبيدا مسحوقين مقموعين. لا، نحن لسنا مع هذه الهيمنة. لا يخفى أيها الإخوة والأخوات أن كلا من الركنين يقتضي الآخر ويستدعي. إطلاقية النسبي تستدعي الهيمنة، لكن ليس دائما، في أكثر الحالات تستدعي الهيمنة. والهيمنة أيضا في كثير من حالاتها تستدعي إطلاق النسبي، لكن أيهما يستدعي الآخر بدرجة أكبر وأشد؟ لا، الإطلاقية فيما يبدو لي، إطلاقية النسبي تستدعي الهيمنة على الآخرين أكثر مما تستدعي إرادة الهيمنة إطلاقية النسبي. لماذا؟ هناك تبرير نظري، هناك تبرير فكري نظري لهذه المسألة. لأن الشخص أيها الإخوة، الشخص المفرد أو الشخص حتى الاعتباري، جماعة، تنظيم، هيئة، حزب، دولة، أي شيء، هذا الشخص حين ينحو منحى إطلاق النسبي، دعوى أن هذا النسبي مطلق وبالتالي هو يمتلك الحقيقة المطلقة، إذن هو كما قلنا إله زائف، يتكلم كأنه إله زائف. الإنسان لا يستطيع أن يتكلم باسم الحقيقة المطلقة، لا يستطيع، حتى وإن استند أيها الإخوة إلى كلام المطلق، إلى كلام الله. المطلق هو الذي يتصرف في المطلق ويعرف المطلق في كلامه، أما أنت دائما مباشرة ما أنت تتعاطى مع هذا الكلم الإلهي حتى يستحيل الفهم نسبيا مباشرة تماما أيها الإخوة، كالبحر والفنجان، كالبحر والإناء. البحر هو البحر، هذا المسطح الهائل الاتساع والامتداد الشاسع، لكن إذا أتيته بإناء أيا كان هذا الإناء، بسعة 20 ملي لتر أو بسعة 10 مليار لتر، في نهاية المطاف أنت مباشرة ستغدو الأصغر إزاء هذا الأكبر. تمثيل للنسبي إزاء المطلق. لن تستطيع أن تستوعب البحر بفنجان، ولذلك لن تستطيع أن تستوعب الغايات والمقاصد والمغازي والأسرار النهائية لكلام الله وأنت بشر، لا تستطيع. تقارب، تحاول دائما أنت، وتخطئ وتصيب، وغيرك يحاول، وتتكامل المحاولات، لكن المحاولات في النهاية حتى في مجموعها لا تبلغ درجة الإطلاق، لأن كلام الله لا يمكن أن يستنفذه بشر، لا يمكن لبشر أن يستنفذ معنى كلام الله. ولذلك ولو أن ما في الأرض من شجرة، أي من شجر، أقلام، لو استحال كل أشجار الأرض إلى أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر، واستحالت كل بحار الدنيا والعوالم إلى مداد حبر أيها الإخوة. إذن كل الأشجار هذه بريت منها أقلام، فاستحالت أقلاما، ملايير الأقلام وملايير الأطنان من الحبر أيها الإخوة.
قال لك ما نفدت كلمات الله. لا يمكن لشيء أن يستنفذ معنى كلام الله تبارك وتعالى. أين نحن من هذا؟ لكن الأصولي لا يفهم هذا، الأصولي لا يفهم هذا. تذكرة بحديث بريدة ابن الحصيب الذي ذكرته أو سلفت الإشارة واقتباسه قبل أسبوعين. النبي كان من عادته ودأبه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه لا يرسل أميرا على سرية أو جيش، لا يؤمره لا يرسمه على هذا الجيش أو السرية إلا ويوصيه. وكان من ضمن وصاته عليه الصلاة وأفضل السلام نهيه إياه عن أن ينزل من يحاربهم ويقاتلهم على ماذا؟ على حكم الله. وإن أنت حاصرت أهل حصن فاستنزلوك أو فأرادوك على أن تنزلهم على حكم الله، أن تحكم فيهم بحكم الله، فلا تعطيهم هذا، لا تنزلهم على حكم الله. لماذا؟ لأنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. شفتوا النبي ليس أصوليا، النبي يعمل ضد الأصولية، ضد الأصولية الإسلامية وغير الإسلامية، ضد كل طريقة الأصوليين في التفكير. هؤلاء المغرورين أيها الإخوة، المتألهين. النبي كان متواضعا جدا ويعلم أصحابه رضوان الله عليهم هذا التواضع. يقول فإنك لا تدري، ما فيش منطق، كتاب الله واضح، نحن مسلمون وهم كافرون، اعتدوا علينا رددنا عليهم غزوناهم، المسألة واضحة. قال له لا النبي لا، ليس هكذا، ما في كلام هذا كلام الأصوليين، ما في. قال له أنزلهم على حكمك، أنزلهم حين يظهر خطأ ينسب إلى ماذا؟ إلى اجتهادك أنت، لا ينسب إلى دين الله. كما قلت، أين من هذا المغرورون الذين يتكلم الواحد منهم معادلا تماما بين فهمه في كلام الله وكلام الله، كأنه فهمه هو، كأن فهمه هو كلام الله، أبدا. ولذلك يقتل عليه، هو يقتل على هذا الفهم، يذبح عليه، يأسر عليه، ينتهك أعراض الناس عليه أيها الإخوة. مش العرض بالمعنى الدقيق يعني بالمعنى الحصري، لا، العرض بشكل عام، وهذا كافر وهذا زنديق وهذا جاهل وهذا متجاهل وهذا ملعون وهذا على أساس فهمه